يعني حتى انا والتيم بتاعي تطوعنا يعني ان احنا ندرس، نبقى كوتشز يعني جمعناهم من دار ايتام، وحبينا ان احنا يعني ننقل خبرتنا لناس يعني محتاجاها قوي عشان يفرق لهم في مستقبلهم. حلو أوي. develop هل ده ناس. حاجة ممتعة بالنسبة اه لبنت عندها مثلا 10 سنين 15 سنة تبقى ان انا اشوف نفسي بنجح وبحط جولز قدامي، لا طبعا ده كان احلى بكتير. يعني بروجكت كان فارق قوي، واللي هو كنت معروفه في المدرسه ومعروفه في عيلتي، اللي هو انت بتخترعي غسالات. بس اللي هو يا جماعه غساله من غير ميه. النهاردة معانا رحلة طويلة من دراسة التكنولوجي ونموذج ناجح جدا تعرف عليه. ملوك ازيك؟ الحمد لله كويس. مالك؟ عرفيني بنفسك. هاي انا ملك، عندي 22 سنه في جامعه اسكندريه. قسم سنه ايه؟ تانية قسم كمبيوتر وكوميونيكيشن. ملوكة، قولي لي بقى، انت ابتديتي تدرسي تكنولوجي من وعندك كام سنة؟ لا من وانا صغيره قوي، يعني من وانا عندي مثلا 5 سنين. 5 سنين. يعني كنت باخد كورسز كمبيوتر. بعد كده دخلت مسابقات. حلو اه قوي. كان الرحلة بقى الطويلة دي اللي هي عمرها مثلا 18 سنة ولا حاجة كده، انت درست فيها تكنولوجي ودرست فيها تكنولوجي مم. وكنت حكم في مسابقات روبوتكس بعد ما دخلتي عدد من مسابقات الروبوت. احكي لي كده الهيستوري بتاعك كان شكله عامل ازاي؟ عامة بس حاجة أقولها إن دي كانت أحلى فترة في حياتي لما كنت يعني بتعلم تكنولوجي، لأن يعني هي كانت أكتر حاجة فرقت في شخصيتي وفي طريقة تفكيري. الأول بدأت من إن أنا كنت بتعلم عادي يعني كورسز كمبيوتر، وبعد كده بدأت أدخل مسابقات. كانت أكتر مسابقة دخلتها هي ال FLL، هي First Lego League. وفي النص كنت بتعلم programming Arduino Python Java وكده. في مراحل مثلا في ال FLL في آخر سنتين كنت بدأت أدرس. يعني حتى أنا والتيم بتاعي كنا تطوعنا يعني إن احنا ندرس، نبقى coaches يعني لفرقة في يعني جمعناهم من دار أيتام، وحبينا ان احنا يعني ننقل خبرتنا لناس يعني محتاجاها قوي عشان يفرق لهم في مستقبلهم. حلو قوي. ورحنا 57 برضو درسناهم. مستشفى سرطان الاطفال. اه مم. وبعد كده بدأنا بقى mentor teams ونبقى assistant في يعني فرق وكده في مسابقات discovery. بعد كده مؤخرا انت كنت حكم كمان. بقينا بنحكم الحمد طيب، لله. ايه اللي اتغير في شخصيتك بقى في الرحله الكبيره دي، وهل ده كان سبب في ان انت تدخلي هندسه وان انت تخصص قسم كمبيوتر؟ هي كانت سبب كبير قوي يعني. وهي فرقت في شخصيتي في حاجات كتير، زي ايه؟ يعني منهم طريقة التفكير، ان انا ابقى متفتحة، ان انا اريسك تيك ريسكس، اسولف مشاكل كده. حتى ده باين لما دخلت الكلية، لان انا مثلا قعدت سنة في ميكاترونكس، مم. وعشان كده المفروض ابقى سنة تالتة بس دلوقتي تانية، لان انا قعدت سنة كاملة في ميكاترونكس. كنت جريئة انف ان انا اقدر احول لقسم تاني، واللي هو عادي يعني ابدأ من اول وجديد. يعني ان انت تاخدي الريسك ده فعلا وان انت تبتدي من اول وجديد، بس تعملي وبصراحة الحاجه كان اللي انت بتحبيها في اه هو ده الاهم يعني. وكان احسن يعني بالفعل. تمام. مم. هل في فرق بينك وبين الطلاب التانيين اللي ما درسوش تكنولوجي قبل كده، من يعني انتوا الاثنين في قسم كمبيوتر؟ طريقة التفكير، مم. وبقى غير السكيلز طبعا اللي احنا بنكتسبها، لان طبعا في المسابقات غير ان احنا كنا بنتعلم تكنولوجي، كنا بنتعلم سكيلز كمان، يعني presentation skills، research skills. آه فده كان حتى بيبان يعني لما قدمت قبل كده على technical team. ساعتها كانوا مبهورين يعني بالبرزنتيشن سكيلز بتاعتي، وقلت لهم ما انا كنت بدخل مسابقات وانا صغيره وكده. هل لا هي فرق الكور قوي. فاليوز بقى اللي احنا كنا بنركز عليها كتير اه هل دي فرقت معاكي في حاجه، التيم ورك بتاعك، وان انت ازاي تعملي شير للحاجات اللي انت بتتعلميها لان وتشتغلي في حاجه جروب؟ حاجه نعرفها ان في الكليه مفيش كور فاليز خالص. اه، مش كده؟ ف في اللي فرق هو بينك وبين الناس التانية في الحته دي. بصراحه فكنت بحاول مثلا ان انا اعلمهم، اللي هو لا يا جماعه يعني بالراحه، هنا هنا ممكن امسك ده لفلان، وهكذا يعني، لان ما كانش في اي كور فاليز عندهم الصراحه.
طيب هل أنتِ فترة ما قبل الكلية دي كل البنات اللي بيبقوا موجودين في الحياة العامة يعني بيبقى اهتماماتهم مختلفة، أنتِ كان على طول عندِك كورسات وعندِك كل يوم عندِك تدريب للمسابقات وبتسافري في المسابقات وبتقعدي فترة كبيرة بتشتغلي على الproject والروبوت والtrials بتاعة المسابقات لغاية ما تروحوا المسابقة. هل ده شايفة إن هو ضيّع وقت من حياتِك وأقدر الحاجات كنتِ ممكن تتبسطي بيها أكتر من كده؟ لأ خالص بجد يعني زي ما قُلت لحضرتك في الأول إن دي كانت أحلى فعلًا أيام حياتي. على الأقل كنت وقتي كان يعني دايمًا كنت باستغلّه في إني أتعلّم، إني أdevelop هل ده حاجة نَفْسي. ممتعة بالنسبة آه. لبنت عندها مثلًا 10 سنين، 15 سنة تبقى إن أنا أشوف نَفْسي بانجح اهم، وإني بابني مستقبلي وإني بارتّب الطريق بتاع مستقبلي اهم. وباحُط goals قُدّامي، لأ طبعًا ده كان أحلى بكتير يعني. هل عرفتِ تعملي صحاب في المرحلة العمرية دي من المجتمع بتاع الrobotics والتكنولوجي اللي أنتِ كنتِ بتدرسيه؟ عامةً يعني هُم بالنسبة لي عيلتي يعني أكتر من إمم، صحابي. اهم. فللأسف دلوقتي طبعًا بعِدنا شوية عشان كل واحد بقى ما شاء الله اللي سافر ألمانيا، اللي سافر فرانس كده يعني. بس لأ، يعني هم أكتر ناس باحسّهم عيلة بجد بالنسبة لي طب يعني. يعني بمناسبة بقى السفريات وكده، أنتِ شاركتِ في مسابقات دولية كتير، سواء مسابقات عربية أو دولية في آه. استفدتِ إيه من المشاركات اللي برّه مصر يعني؟ اكتسبنا حاجات من الcultures المختلفة، لإننا طبعًا مثلًا لمّا رُحنا إستونيا يعني هي كانت مسابقة عالمية، فاتعاملنا مع دول كتير أوي. في بطولات العرب نفس الكلام، اتعاملنا مع ناس كتير واتعلّمنا حاجات شايفانا منهم. فين بقى في وسط الناس دي، يعني كان مستواكم إيه بالنسبة للعالم كله؟ عامةً كنت فاكرة الصراحة يعني إن إحنا هنبقى مش أحسن حاجة، إمم. بس بالعكس يعني لمّا سافرنا مثلًا إستونيا وكده خدنا مركز عالي أوي يعني. وده علّمني آآ إن مش عشان إحنا صغيّرين، مش عشان إحنا من دولة مثلًا عربية، لأ إحنا بالعكس إحنا أشطر من ناس كتير غيرنا. و وبس نطوّر نفسنا يعني نتعلّم أكتر وبالعكس هنقدر نتسابق مع الناس دي يعني. ملوكة أنتِ ال 18 سنة بتاعة دراسة التكنولوجي اللي أنتِ عشتيها دي، وعدّيتِ بمراحل كتير ومسابقات كتير، إيه أكتر حاجة أثّرت فيكِ في المرحلة دي، يعني وفاكراها لغاية دلوقتي؟ مش هانسى طبعًا في سنتين يعني اللي هُم إمم، 2017 و2018 لمّا كنت أنا والفريق اللي اتكلمت عنه عملنا مشروع. إمم، كان ساعتها غسالة بتغسل من غير مَيّة، حلو اللي هو أوي، الناس كلّها يعني إيه غسالة بتغسل من غير مَيّة إمم، إمم، وكل الناس مستغربة. بالعكس ده المشروع ده يعني كان حلو أوي، وساعتها كسبنا تالت عرب. و وكان في يعني اتفاق مع كذا شخص إن إحنا فعلًا هنعمله في الحقيقة مش كprototype من بس. الشخص يعني متهيأ لي أنتِ رُحتِ لوزير الاتصالات آه يعني مش عارفة عادي لأ، أقول والّا لأ. اهم، رُحنا لوزير الاتصالات و واتفقنا إمم، وكده. بس غير كده لأ، يعني الproject كان فارق أوي واللي هو كنت معروفة في المدرسة إمم. ومعروفة في عيلتي، اللي هو أنتِ بتخترعي غسالات بس اللي هو يا جماعة غسالة من غير مَيّة بس. وطبعًا طلعنا برضه على التلفزيون وكده. فلأ طبعًا دي كانت experience جديدة وحاجة عمري ما أنساها يعني. شايفة بقى اللي جاي شكله عامل إزاي؟ يعني شايفة الدراسة في المدارس والجامعات ممكن تكون شكلها عامل إزاي في ال10 سنين اللي جايين قدّام؟ حاسة الAI هياخد دور أكبر إمم، من دلوقتي، يعني هو دلوقتي واخد دور كبير بس مش أوي يعني هو still مش أحسن حاجة. بس مع الrate بتاع الdevelopment بتاعة الAI اللي أنا شايفاه يعني إنه هو بيزيد بسرعة. وشايفة ده هيضيف للطلاب يعني أو للي بيستخدموا الAI والّا ده هيحد من إمكانيات اللي بيستخدم الAI يعني؟ الAI أنا باعتبره اللي هو يعني سلاح، بس ممكن يبقى معاك وممكن يبقى ضدك، إمم، على حسب أنت تدّي له قد إيه من شخصيتك. يعني لو خلّيته هو اللي يحتل على شخصيتك تمامًا وهو اللي يعمل لك كل حاجة، فلأ بالعكس كده هيبقى وِحِش. بس لو أخدته يعني مساعد ليك يساعدك بس في ترتيب طرق تفكيرك، ترتيب your goals أو كده. يعني تدخُّل
مش كامل يعني مش 100%. طبعا يا ملك، بما إنك خدتي تجارب مختلفة في مسابقات الروبوتكس والذكاء الاصطناعي، إيه أكتر تحدي واجهتيه في تصميم أو برمجة روبوت معين وحسيتي بعد ما اتغلبتي عليه إن هو اللي فعلا خلاكي تتقدمي في المجال ده؟ كانت ال FTC FTC. يعني كنا دخلنا بقى في مجال أكبر بكتير للروبوتكس، لأننا ساعتها كنا بنستخدم بقى جافا وكده programming languages أصعب في إننا نطور أوي الروبوت، وكان طبعا بيواجهنا مشاكل كتير أوي يعني ف بس بس كده. واضح إن التجربة دي فعلا كانت نقلة. طيب خليني أسألك كمان، بعد كل المسابقات دي إيه نصيحة تحبي تقوليها لأي حد عايز يبدأ في مجال الروبوتكس بس لسه متردد أو حاسس إن الطريق طويل؟ لا بالعكس ما يترددش خالص يعني better late than never. وده هيفيده يعني هو بالعكس يعني هيستفاد قوي قدام، لان هو كده بيبني مستقبله بجد يعني لو بدأ من هو صغير، فيحاول يبدأ من دلوقتي عشان يجهز نفسه قبل المرحلة الأكبر يعني. شكرا يا ملك على مشاركتك القيمة، وأتمنى ليكي نجاح أكبر في اللي جاي. ملك طبعا، اما بشوفك وبفتكر من وانتي عندك 4 و5 سنين، وبشوفك دلوقتي ما شاء الله مهندسة قد الدنيا يعني، وبشوف ان انتي اكتر حاجة بتفرحني لما بشوف حد كده ان هو بيبقى راسم خريطة الطريق بتاعته، فعارفة انت عاوزة ايه. دي اكتر حاجة بتسعدني، ان الطالب بتاعنا بيبقى عارف هو عاوز ايه وراسم خريطة الطريق بتاعته. حابب اقول لك ان انتوا برضو بالنسبة لكم دلوقتي الساحة كبيرة، تبتدي في مجال الاي اي مع الروبوتكس اللي انت اتعلمتيه. فانا شايف ان الناس اللي مشيت في السكه دي هي اكتر ناس ضامنه مستقبلها في الوظائف اللي جايه، لما يبقى كل الوظائف لازم تستخدم فيها الاي اي مع الروبوتكس والبروجرامينج والحاجات اللي انتوا درستوها. هتفرق كتير جدا عن حد تاني ما عندوش النولج دي. انا مبسوط جدا باللي انت موجوده فيه والرحله بتاعتك الجميله دي، وبودكاست رائع. ميرسي يا شكرا. ملك. شكرا جدا.